اسكندريه حوالي 5 كيانات. كان معانا الاستاذ الصامول والاستاذ محمد تقي الدين والعديد يعني من المبدعين السكندريين، كيانات عديده. وكان ده عشيه الانفجار اللي حصل واودى بحياه ابناء البلاد. وما كناش عارفين بالليل احنا هنسافر ولا لا. اتصلت بالاستاذ محمود، الاستاذ محمود قال احنا ان شاء الله مستمرين ومنتظرين. سافرنا القاهره في وقت ما حدش نزل من بيته. الراجل قدر ده. زي ما قال الاستاذ سامول من شويه، القاهره كانت عباره عن مدينه اشباح. احنا كنا ماشيين في القاهره، احنا ما فيش في شوارع الا بتوع الامن يعني. فالمهم دخلنا القدسيه والراجل قدر ده كويس جدا. ده قدره امام الجميع. لكن اللي ما حدش شافه بقى يوم الحفل الختامي، سافرت كان معايا الدكتوره نادو، الاستاذه عليا، الاستاذ محمود بيرحب بكل الكيانات اللي موجوده من سينا، من السويس، من اسماعيليه، مصر كلها موجوده. وكيانات برضه من الدول العربيه. محضر حضرته كلمه ترحيب بكل الكيانات. استقطع منها لاسكندريه وقت ترحيب خاص بكل مبدعين اسكندريه على ان هم دول هو غير عليهم كثير من المبدعين. حقيقي يعني فانا بشكر الاستاذ محمود يعني. طبعا انا عايز اخش في الشارع على طول، بس لازم اقول حاجه. امبارح افتحوا قناه مصر بتفرح. كان في سيد المحافظ زين المسيري، كان في فعاليه قدام مكتبه اسكندريه السلسله. كان لينا فتره المفروض ان انا كنت يعني بنسق الفتره مع الكيانات الادبيه والشعراء في اسكندريه، بس الوقت كان ضيق. لو في حد ما بلغتهوش فده علشان جه الوقت. المهم ان احنا قلنا شعر تقريبا كان في الجمهور اللي موجود حوالي 10,000. قلنا شعر قدام 10,000. انا كنت متوقع في الحقيقه، كان معانا الاستاذ سيد منصور، انا كنت متوقع ان الموضوع يعني الناس جايه تحتفل مش هتسمع شعر يعني، لان احنا عندنا ثقافه او عقيده او مفهوم لدى الشعراء والمثقفين والادباء ان الشعر احنا بنكتب ومفيش حد بيسمع. دي العقيده بتاعتنا. احنا بنكتب مفيش حد بيسمع، وحتى الامسيات شعراء بتسمع وشعراء. لا، العيب جوانا، العيب فينا. الناس كانت بتردد ورا الاستاذه امل، كانت بتردد ورا الاستاذ سيد، ورا كل الناس، لدرجه ان احنا كنا 14 شاعر، فالمنصه عايزانا نخلي لان في فقرات ثانيه عايزه تتقدم والتلفزيون كان بيصور، فكله عايز يطلع والتلفزيون موجود. والجمهور ما كانش عايز. فسالت الجمهور قال لا عايزين نسمع شعر، والجمهور كان مبسوط بالفقره. فحقيقي مش المتلقي هو اللي بعيد عن الشاعر، الشاعر اللي بعيد عن المتلقي. اكتبوا اللي بيوقع الناس. طبعا بقى هقول حاجه صغيره عشان اخدت الوقت كله. انا اللي هواكي خد مني سنين عمري ولا تليت. أنا اللي هواكي خد مني سنين عمري ولا تليت. وكان العشق رباني، فكان العشق يأمرني، وعشان خاطرك كتير ضحيت. يا مالية كل إحساسي، يا شرب الفكرة من كاسي، يا دايسة عليا في الزحمة تراب القسوة فوق راسي. وهو ما كانش بيحبك ولا حسي في يوم بيكي، وكان كاره كتير اسمك، وكان كاره غناويكي. وكانت أغلى أمنية إنه يهج من حضنك عشان رافض يموت